فئة في وسائل الإعلام شذت عن الركب وعما ينبض به كل قلب، وراحت تريش سهامها وترشق بها المقاومة وأهلها. زعمت أن المقاومة قامت بعملية 7 أكتوبر خدمة لقوم آخرين ومصلحة لغير الفلسطينيين، وهي كذبة زينت لهم وفرية اتبعوا بها أهواءهم. وإلا فليقولوا لنا لمصلحة من قامت المواجهات بينهم وبين الصهاينة منذ أن وطئت أقدام الصهاينة فلسطين المحتلة. فالحرب في فلسطين لم تبدأ هذه السنة، وإنما بدأت قبل 76 سنة. ثم إن المقاومة بين أهلها فروع شجرة هم أصلها، وما من أسرة فيها إلا ولها صلة بها. فهل يعقل متعقل أو يتخيل متخيل أنهم سيسعون بأيديهم للإضرار بأهليهم؟ إن هذا لهو المنطق المعكوس والفهم المنكوس. وعابوا على المقاومة أنها انفردت باتخاذ قرار المعركة وافتأتت به على الأمة، إذ لم تستشرها ولم تعد به إليها. فهل الأمة اليوم واحدة وقيادتها موحدة تتبعها المقاومة وترجع إليها في كل مواجهة ليقال لماذا افتأتت عليها ولم تعد إليها؟ لقد اجتهدت المقاومة في اتخاذ قرارها وفقا لتقديراتها وحساباتها ووفقا لإعدادها واستعدادها، ونحسب أن ذلك من حقها. فأهل مكة أدرى بشعابها، ولغيرها أن يتفق أو يختلف معها، ولكن ليس من المناسب الحديث عن ذلك الآن. ورح الحرب لا تزال تطحن الإنسان والعمران، بل المناسب والواجب الوقوف معها وعدم الخذلان لها. وحملوا المقاومة المسؤولية الكاملة في الدنيا والآخرة عن كل ما نتج عن الحرب من القتل والتدمير والإرهاب والترويع، بزعم أن المقاومة هي من بدأت القتال واستثارت الاحتلال. ولنا أن نتساءل لا أن نتغافل، متى توقفت آلة الحرب الصهيونية الهوجاء التي تستهدف المدنيين العزل صباح مساء؟ هل توقفت يوما جرائم الاحتلال حتى يقال إن الفلسطينيين هم من بدأوا القتال؟ هل يحتاج الصهاينة ذريعة للقتل والبطش والتدمير وهو معتاد على فعله دون نكير ودون رادع من ضمير؟ هل توقفوا يوما عن تجريف الأرض وترويع العرض وقصب الممتلكات وانتهاك الحرمات؟ هل كفوا يوما عن الاغتيالات وعن الاعتقالات وعن إلقاء الأبرياء في المعتقلات؟ هل توقفوا يوما عن استفزاز الفلسطينيين بالانتهاكات التي لا تكاد تحصى للمصلين والمسجد الأقصى؟ هل نسي من يتهمون الفلسطينيين باستفزاز العدوان أن شعب غزة محاصر منذ أكثر من عقد من الزمان؟ هل نسوا أن عدوان الاحتلال البربري المدمر متواصل ضد أهل الأرض دون مبرر؟ تلك هي القضية في واقع الحال، وليس من بدأ أو لم يبدأ القتال. لنتجاوز الحديث عن 7 أكتوبر والنظر في من تقدم ومن تأخر، فليس صوابا أن يتوقف بنا الزمان عنده وأن تتجاوزنا الأحداث بعده وأن نظل نتساءل عن القتال، من بدأه ولماذا بدأه ولمصلحة من بدأه، وننشغل بذلك عما هو واجب مقرر تجاه بلد يدمر وشعب يقتل ويراد له أن يهجر. ويقولون إن المقاومة الفلسطينية تقودها جماعة بدعية، فما ينبغي لنا أن نؤيدها وندعمها أو أن نتعاطف معها، ولنقل ذلك تنزلا عنها. فهل ذلك يعفيكم من المسؤولية نحوها؟ أليست الحرب حربا بين مسلمين وكفار وأصحاب أرض واستعمار؟ فهل يستوي هؤلاء وهؤلاء في الولاء والبراء؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال ابن تيمية رحمه الله: كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة. ويقولون إن قتالهم عبثي غير مجد ولا واقعي. فكيف يكون عبثيا وهم يلحقون بالعدو النكاية؟ فالعدو يعترف بأن قتلاه يقتربون من 1000 وجرحاه يقتربون من 10,000، علما أن خسائره التي يتكبدها أكثر
أكثر بكثير من التي يعترف بها. وإلى جانب خسائره البشرية هناك خسائره المادية في آلته الحربية وموارده الاقتصادية، وهناك خسائره الأمنية والسياسية، وهناك النازحون من غلاف غزة والمهاجرون من الأرض المحتلة، والزلزال الذي أحدثته المقاومة في الوعي الجمعي على المستوى العالمي. وإذا كان الشعب الفلسطيني المجاهد والمقاوم والمجالد قد نزف الكثير من دمائه وفقد الكثير من أبنائه، فإنه بأعماله البطولية وتضحياته السخية قد قدم الكثير للقضية الفلسطينية وأعادها وبقوة إلى الواجهة الدولية. ويقولون إن قتالهم غير شرعي، فكيف يكون غير شرعي وهو قتال لنصرة الدين وحماية مقدسات المسلمين ولتحرير الأرض وصون العرض، وقتال لكافر صريح كفره ومحتل لا يخفى أمره؟ أليست هذه الأرض أرضا عربية؟ سلوا عن ذلك القبائل الكنعانية واليبوسية. أليست هذه الأرض أرضا دينية؟ سلوا عن ذلك الفتوحات العمرية والإسلامية. أليست هي القبلة والمسرى والقبة والأقصى؟ أليست هي الأرض التي بارك الله فيها للعالمين وجعلها ميراثا لعباده الصالحين؟ تلك هي حقيقة الصراع، وذلك هو مقتضى الاتباع. ويلبسون بأن هذا قتال بغير راية وبغير ولاية وبغير إذن ولي الأمر الذي إليه يرجع الأمر، فكيف يكون كذلك ويشترط له كل ذلك وهو ليس بجهاد طلب ولكنه جهاد دفع قد وجب؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وقتال الدفع عن الحرمة والدين واجب إجماعا ولا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان. ويستكثرون على قتلاهم أن يكونوا شهداء رغم ما نزل بهم من بلاء، فكيف لا يكونون شهداء وهم يقاتلون ألد الأعداء، علما أن الحكم بالشهادة لا يكون على وجه التعيين والخصوص بل على وجه الإجمال والعموم، ويستوي في ذلك الصغير والكبير والمرأة والرجل. وإن لم يكن بعضهم شهداء باعتبارهم غير مقاتلين فإنهم شهداء باعتبارهم مظلومين. وتراهم يغالون فيما يقولون ويتجاوزون فيما يدعون، فمن يؤيد القضية الفلسطينية يتهمونه بأنه من أتباع الجماعة الفلانية، ومن يسعى لجمع التبرعات لهم بما يقيم الوأد من الزاد يسلقونه بألسنة حداد.